النهارده نراجع الفيلم الحدث لكريستوفر نولان، اوبنهايمر. وكالعادة انا بحاول اراجع الفيلم بالاسلوب اللي المخرج خلاني اشوف بيه الفيلم بتاعه. والفيلم ده كان حدث حقيقي وتجربة مشاهدة عظيمة، يا ريت اقدر اوصل لك قد ايه كانت تجربة ملهاش مثيل بالنسبة لي عشان تروح وتشوف الفيلم بنفسك، لانه يستحق وبجدارة. وفي الفيديو ده هشرح لك بالتفصيل وبدون حرق ليه اوبنهايمر حدث مش مجرد فيلم. ومعلش يا جماعة، المراجعة المرة دي ممكن تبقى طويلة شوية، فخليكم معايا. This is a national emergency. Detonator charged. هبدأ بتعريف عن شخصيتنا الرئيسية جي روبرت اوبنهايمر، عالم بتجيله فرصة يطبق نظرياته المجنون بيها على أرض الواقع، وكمان تحت إطار شرعي جدا، ألا وهو حماية وطنه ونهاية عصر الحروب اللي حصد أرواح ملايين البشر. والعالم ده زي ما قلنا هو اوبنهايمر، واختراعه كان القنبلة الذرية. هنعمل قنبلة فتاكة وتدميرها ما شافتوش البشرية قبل كده علشان يدب الرعب في قلوب كل الأطراف في الحرب، فتنتهي الحرب بالاستسلام ويبدأ عصر جديد. وما بين جنونه بنظرياته وحبه لوطنه اللي بيدفعه علشان يعمل القنبلة دي في أسرع وقت ممكن علشان ينهي الحرب، وبين مدى الدمار اللي هتسببه القنبلة على كتير من البشر الأبرياء واللي هيكون السبب الرئيسي لعذابهم ورعبهم وموتهم، بيعيش بطل القصة اوبنهايمر معاناته الحقيقية، واللي ظهرت بشكل كبير جدا في كلامه ما بعد انتهاء الحرب، واللي واضح في الفيديو ده. كم الألم والسرحان اللي في عيون اوبنهايمر ونبرة صوته يوضح لك قد ايه الصراع النفسي ده مش هينتهي جواه إلا بموته. وده كان تعريف شخصيتنا الأساسية. ندخل بقى على الفيلم وزي ما الكل عارف من إخراج العبقري كريستوفر نولان، وقام بتجسيد شخصية دكتور اوبنهايمر الممثل كيليان ميرفي، وبيشاركوا بطولة الفيلم ده كل من روبرت داوني جونيور، مات ديمون، إيميلي بلانت، ورامي مالك، وغيرهم من أسامي كتير تانية ظهرت في فيلمنا. الفيلم وزي ما وضحت إنه هيتكلم عن العالم اوبنهايمر. كنت مترقب جدا هيحكي الحكاية من أنهي منظور الأمريكان والحلفاء اللي فرحوا بالقنبلة ودمارها المرعب على شعب اليابان علشان هتبقى السبب في إنهاء الحرب، ولا من وجهة نظر شعب عانى جدا من أول لحظة بدأت فيها الذرات في الانشطار، واللي في خلال أجزاء من الثانية اتحولت حياتهم لفيلم رعب ما يقدرش يتخيله العقل البشري. واللي عجبني جدا في الفيلم إنه كان أقرب للوثائقي منه إنه يكون فيلم متبني لوجهة نظر معينة. لا، أنا هوريك الجانب السعيد في ناس ما صدقت الحرب تنتهي وينتهي معاها عذابهم المستمر في فقدان أولادهم يوم بعد يوم في الحرب دي. وهوريك كمان الجانب المظلم والمرعب من خلال أحداث وتخيلات دارت في عقل دكتور اوبنهايمر، واللي بالفعل اتكلم عنها بكل ألم وعذاب نفسي لتخيله حجم الدمار اللي سببته القنبلة دي على اليابانيين، واللي كانوا للأسف أغلب ضحاياها من الأبرياء. 75,000 قتيل و70,000 جريح ومصاب مع أول لحظات الانفجار لأول قنبلة، وبيوصل عدد الضحايا في النهاية لأكتر من 250,000 بني آدم، أكتر من 250,000 إنسان اتحكم عليهم بالإعدام بشكل لا يتخيله العقل البشري. الأمريكان استخدموا في إنهاء الحرب قنبلتين نوويتين، واللي اترمت الأولى على هيروشيما كان مسمين القنبلة ليتل بوي. بعدها ب3 أيام اترمت قنبلة تانية على ناجازاكي وكان اسم القنبلة ذا فات مان. وأنا هنا مش بحكي لك قصة حقيقية وخلاص، أنا بجد بقول لك اللي هتشوفه في الفيلم ده، لأن الفيلم اختار إنه ما يكونش متبني وجهة نظر على أخرى زي ما قلت، بل كل اللي هيتكلم عليه الفيلم ده هو حياة دكتور اوبنهايمر بين علمه وصراعه النفسي نتيجة العلم ده وتطبيقه. الرحلة الطويلة اللي بدأت برسالة من العالم ألبرت أينشتاين اللي بعتها للرئيس الأمريكي وقتها روزفلت، وبيقول له فيها عن توصل عالمين ألمانيين لاكتشاف الانشطار النووي. رسالة بتقلب كل الأوضاع وبتخلي روزفلت يبدأ مشروع مانهاتن سنة 42، واللي طبعا بيتم اختياره لتولي وقيادة المشروع ده بيكون هو دكتور اوبنهايمر. فريق من آلاف العلماء من كذا مكان في العالم تحت قيادة دكتور اوبنهايمر في لوس ألاموس بيحاربوا الزمن للوصول للقنبلة النووية قبل الألمان.
ومش بس العلماء اللي كانوا موجودين هناك عشان يقوموا بمهامهم، ده كمان دكتور اوبنهايمر قرر ان لوس ألاموس تتحول لمدينة كاملة ليهم ولزوجاتهم وأولادهم كمان. مدينة بقى فيها عشرات الآلاف من البشر موجودين بس علشان غاية واحدة، السباق النووي لصنع أول قنبلة رضع يقدروا بيها ينهوا الحرب تماما بقنبلة لم يشهدها التاريخ البشري قبل اليوم ده. بيكمل فيلمنا ويورينا ان طول الفترة اللي كان اوبنهايمر وفريقه شغالين بيسابقوا الزمن علشان يوصلوا لصنع القنبلة النووية، كان دايما اوبنهايمر عايش صراع نفسي غير طبيعي، صراع ما كانش يتخيل انه يعيشه وكمان ما يقدرش يهرب منه. ونيجي هنا بقى لشوية أحداث حصلت في الفيلم، وهي أحداث حقيقية بالفعل توضح لنا شوية تاريخ شخصية العالم ده. فمثلا هنلاقي في تاريخه إن حاول يقتل دكتوره في كامبريدج بتفاحة مسمومة بالساينيد علشان كان شايف إن المناهج اللي بيدرسها لهم كانت بتضيع وقته اللي عاوز يستغله في شيء أهم. وكمان لما يسألوا زمايله عن صفات اوبنهايمر يكون ردهم وبإجماع إنه عبقري وغريب ومنعزل، بيحب دراسة اللغات والفلسفة الهندية والأدب، وده بجانب طبعا دراسته الأساسية، فما كانش عنده أي وقت إنه يكون صداقات أو علاقات طويلة، عايش للعلم وبس. صدقوني أنا ما نسيتش الفيلم وبتكلم عن حياة اوبنهايمر وبس، لا ده الفيلم برضه يا جماعة، ما هو فيلم اوبنهايمر. نكمل. نولان في الفيلم ده أبدع بشكل غير طبيعي، موسيقى تصويرية بالنسبة لي من أمتع ما يكون، مؤثرات صوتية وبصرية غريبة متوظفة صح جدا عشان تنقلك حجم الطاقة اللي زي الوحش اللي عاوز يخرج ويلتهم كل حد حواليه. كمان الموسيقى والتصوير بيدخلوك جوه عقل ونفس اوبنهايمر، انت عايش جوه فكره، حاسس بصراعاته النفسية الخطيرة جدا. في مشهد يا جماعة كانت الكاميرا الاي ماكس قدام كيليان ميرفي وانت معاه ومركز جدا ومش مدي اهتمام لأي حاجة غير تعابير وش ميرفي، وفجأة الكاميرا بتتحرك لشخص قاعد وظاهر ورا ميرفي واللي بنلاقيه فجأة إيميلي بلانت. أيوة إيميلي بلانت كانت قدامك وانت ما كنتش مركز مع حاجة غير تعابير وش كيليان ميرفي. كل ده بموسيقى وتصوير وإخراج من عبقري حقيقي اسمه نولان، وصل لدرجة من الإبداع تخليه يستحق مكانته بجدارة وسط كل الناس اللي مجرد ما بتشوف اسمه على فيلم بيحطوا خدمة جودة عليه وهم مطمنين. وانا هنا بتكلم على العامة من الناس. صعب جدا ان مخرج يصل للمكانة دي جوه نفوس ملايين من الجماهير، لكن نولان مش بس يستحق، لا ده بيصنع تاريخ واسم هيكون بنش مارك لسنين كتير جاية. نروح بقى للأداء التمثيلي لأبطال الملحمة دي. أتكلم على مين ولا مين؟ أتكلم على كيليان ميرفي اللي مش هتسمع اسمه غير لما تشوف فورا توماس شيلبي قدامك بسجارته ونظرة عينيه المميزة، واللي في الفيلم ده أثبت وبجدارة إنه ممثل من العيار التقيل جدا، وإن الأوسكار مسألة وقت ولازم هيحصل عليها. أداء تمثيلي خارق. أنا ما كنتش شايف قدامي لا كيليان ميرفي ولا أداء توماس شيلبي، أنا كنت شايف قدامي دكتور اوبنهايمر اللي غرقان في صراعاته النفسية، اللي ما اقدرش اقول انه قدر يجسدها كويس، لا ده كان عايشها حقيقي. ابدع كيليان ميرفي في ادائه لشخصية دكتور اوبنهايمر في الفيلم ده. وبحكم بقى اني اتكلمت على ممثل ابدع في دور، فخلاك لما تسمع اسمه تتخيله فورا في مشهد بيأدي فيه دوره الشهير ده، فلازم اتكلم على نفس الحالة اللي اتكررت في الفيلم ده للمرة التانية، والمرة دي مع الممثل العبقري روبرت داوني جونيور. ها مش لما قلت اسمه شفته لابس بدلة ايرون مان قدامك؟ طبيعي، ما هو ابدع في دوره ده جدا لدرجة اننا ما بقيناش نتخيل ايرون مان غيره. هو كمان في الفيلم ده بيخرج تماما من عباءة ايرون مان وبيدينا اداء وتجسيد غريب وممتع. مكياج كل الشخصيات تم على اكمل وجه، لكن تتويج ده بأداء تمثيلي خرافي كان هو العنصر الاساسي اللي يخليك تشوف حد زي روبرت داوني جونيور في كل مشهد، ومستحيل طول الفيلم يجي في بالك ان هو ده ايرون مان زي ما كان بيجي في بالك قبل كده. اقول ايه؟ تقمص؟ لا، كل ممثل في الفيلم ده حصل له درجة من درجات الانسلاخ من شخصيته سواء الحقيقية او اللي ابدع في تجسيدها في ادوار سابقة، ودخل الفيلم علشان يأدي دور جديد بتجسيد جديد يخليني انا وكل اللي كنا في القاعة نسقف بقوة بعد انتهاء الفيلم مباشرة. الفيلم يخليك تبص بنظرة أوسع لكل تفاصيل الحياة. الأمور مش لاير واحد أنت بتبقى في العادي شايفه ومصدقه ومعتقد بصحة وجهة نظرك.
الفيلم ده بيوريك طبقات مختلفة للأمر الواحد، أبعاد مختلفة تقدر تبص للحدث من خلالها. الجانب السياسي ومع أهميته في تطور الأحداث الحقيقية كان مهم، إلا إن الجانب الإنساني والجانب العلمي هما اللي شدوني أكتر وأنا بتفرج على الفيلم العظيم ده. الفيلم زي مسرحية كاملة ما فيهاش غلطة، مكتوب لكل فرد لحظته اللي هيبدع فيها ويسيب بصمة بتجسيده ده يثبت بيها إنه ممثل من أعلى طراز. نيجي بقى لآخر جزء في مراجعة الفيلم ده، وهو جزء المحاكمة اللي بيتم فيها سحب التصريح الأمني من دكتور اوبنهايمر واتهامه إنه جاسوس بعد ما كان بطل قومي. وأنا هنا مش بحرق، دي أحداث حقيقية حصلت بالفعل. المحاكمة دي وإن كانت هزلية في نظري، تم استخدام حاجات قديمة وعادية علشان يوقعوا اوبنهايمر في مصيدة الجاسوسية بسبب علاقته ببنت زمان كان بيحبها، والبنت دي كانت عضو في الحزب الشيوعي. والأمر ده طبعا بنوا عليه إن دكتور اوبنهايمر كانت عنده ميول شيوعية بحكم علاقته بالبنت دي، وبالتالي ده أثر على قراره في المستقبل وقت ما أحد العلماء في لوس ألاموس بدأ يفكر إنه يصنع القنبلة الهيدروجينية واللي بتعد قوتها أضعاف القوة الانفجارية للقنبلة النووية. فبيرفض دكتور اوبنهايمر الفكرة وبيقول إنه بيصنع سلاح رضع مش بيصنع قنبلة يهدم بيها العالم. وبيرفض لتاني مرة بعد انتهاء الحرب إنه يكون مدير مشروع جديد لبناء القنبلة الهيدروجينية علشان نفس القناعات اللي عنده اللي لسه قايلها لك حالا. لكن ازاي كل ده بيبدأ وبتتحضر المحاكمة له وبتتفتح له ملفات عادية لكن هتتربط بأحداث بشكل معين علشان في الآخر يتهموه بالجاسوسية؟ ولصالح مين كل ده؟ ده بقى اللي هتشوفوه في الفيلم. وعشان ما انساش، أداء مات ديمون كان ممتع، وكنت بحب كل مشاهد ظهوره في الفيلم وخصوصا حواراته مع كيليان ميرفي. والفيلم فعلا يستحق ان مات ديمون يرجع من فترة الانعزال اللي هو كان مقضيها دي عشان يقوم بتجسيد الدور اللي عمله في فيلم اوبنهايمر. كمان اداء ايميلي بلانت لشخصية قوية وجريئة ومؤثرة في حياة بطل الفيلم، وانها قادرة تكون داعمة نفسيا جدا له ولنفسيته اللي كانت دايما بتتعذب. رامي مالك وان كان ظهوره ما كانش كتير الا انه صاحب مشهد من اهم مشاهد التحولات في سير الأحداث تماما. قدر يعمل المشهد بأداء التمثيل المعتاد واللي بيتميز بالغرابة في أحيان كتير، لكن الغرابة كانت مناسبة جدا على المشهد كله. حاجة أخيرة، الفيلم ده ما كانش فيلم أكشن أو خيال علمي يا جماعة، يعني لو مستني ضرب ومشاهد حربية بقى تسحلك معاها فده مش الفيلم اللي انت المفروض تشوفه. ده فيلم أشبه بالوثائقي عن قصة حياة دكتور اوبنهايمر مخترع القنبلة النووية. الفيلم مليان مشاهد حوارية وحوارات علمية وفلسفية هيستمتع بيها بجد اللي بيحب الفن والدراما بجد، مش اللي مستني حاجات خيالية تحصل قدامه عشان تشبع رغباته في الأكشن والخيال. الفيلم ده حدث يستحق اننا نشوفه بدون اي توقعات غير اللي الفيلم وعدك بيها. اسم الفيلم اوبنهايمر، وده اسم مخترع القنبلة النووية. يعني ببساطة انا فيلم هحكي قصة الشخص ده، وده توضيح بس علشان ما تدخلش الفيلم متوقع شيء فتلاقي شيء آخر غير اللي انت توقعته. وتقييم الفيلم اوبنهايمر هو 9.5 من 10. والكل اللي شاف فيلم تينت لنولان فلا يا جماعة، الفيلم ده ما فيهوش تحنيك من نولان زيادة عن اللزوم زي ما حصل في تينت. فاضمن لكم الاستمتاع بعد المراجعة دي اللي بحاول اشرح فيها ابعاد معينة تخليك عارف تستوعب الفيلم بشكل سليم. لو عجبك الفيديو فاعتقد اللايك شيء مهم منك لينا بقى، ويا ريت لو مهتم بالافلام والمسلسلات تدوس سبسكرايب. سلام.